بعد ما اتكلمت عن موضوع الست اللي جالها بالمونري امبوليزم او جلطه رئويه اثناء الحمل، بعض الناس سالتني قالت لي يا دكتور ايه الاسباب اللي ممكن تعمل لي جلطات او تزود نسبه التجلطات عندي؟ قلت معد لهم الاسباب اللي تزود نسبه التجلطات. هي حاجه من ثلاثه عموما، والثلاثه دول بيبقى تحتهم افرع. اول حاجه الدم مش ماشي بالسرعه المطلوبه، يعني في ستيزس، في ركود في الدم. تاني حاجه في جرح في الغشاء من جوه، فبطانة الأوردة أو الشرايين ما بقتش ناعمة زي الأول. تالت حاجة الدم اللي ماشي في الأوردة والشرايين يكون تقيل، يعني فيه هيموجلوبين كتير، فيه WBC كتير، فيه خلايا كتير يعني، وما فيهوش مية كفاية فلزوجته عالية. لو اتكلمنا عن واحد هنقول إن أول واحد اللي هو إيه؟ الاستيزس أو الدم ماشي ببطء في الأوردة والشرايين. دي ممكن يكون سببها الفشل عضلة القلب والسمنة والركود في المستشفيات والدخول الرعاية المركزة. تاني حاجة لو نسبة التجلطات عالية ممكن تكون بسبب مشاكل جينية، يعني مثلا بروتين اس او بروتين سي ناقص، ودي حاجات جينية وراثية، يعني ممكن تكون حاجات مكتسبة زي واحد عنده سرطان او عنده اي مرض لا قدر الله. وبرضه الحمل والبوست بارتم، يعني بعد الحمل في الولادة ممكن يزيد التجلطات، والناس اللي بتاخد حبوب منع الحمل، والناس اللي بتاخد هرمونات معوضة بعد انقطاع الطمث، دول كلها اسباب. كذلك الكورونا كانت بتعمل تجلطات، والجفاف الشديد ممكن يعمل لنا تجلطات. ثالث حاجه الغشاء الداخلي للاورده والشرايين بقى خشن، ودي في العمليات او التروما، الجروح يعني وكده، الكسور والى ذلك. برضه تركيب السنترال فينس كاثيتر او القسطره الورديه المركزيه، في حاجات ما نقدرش نتحكم فيها زي العمر. وبرضه التدخين بيزود التجلطات، فلو في ريسك من الريسك الموجوده ديت عندك حاول تتجنبها او تصلحها لو تقدر تصلحها. والسلام عليكم.